مشاهدينا، في بلادنا حدث انتقال نصف سلمي للسلطة، وبما أننا في مرحلة انتقالية ونحن في ذكرى 21 فبراير يوم انتقال السلطة رسميا لعبد ربه منصور هادي. في هذه الفترة سلم علي صالح العلم قصدي السلطة لعبد ربه. هل علي صالح بالفعل سلم السلطة؟ وهل أصبحت السلطة في يد عبد ربه؟ هل هذا ترك الحكم وهذا أصبح الآن يحكم؟ حلقتنا لهذا اليوم تستضيف الرئيسين، الرئيس السابق والرئيس الحالي، ونسمع منهم. مشاهدينا الكرام، كما هو معلوم نحن البلد الوحيد في العالم الذي قامت فيه ثورة ضد الحزب الحاكم من أجل تسلم السلطة للحزب الحاكم نفسه. قامت ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام من أجل نسلم السلطة لنائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. البعض يحسبها أنها ميزة، لأن على أساس أن الثورة لم تقم ضد أشخاص ولكن ضد سياسات، لم تقم ضد الحزب الحاكم ولكن ضد أفراد في الحزب الحاكم، فالبعض يحتسبها ميزة. المهم اليوم ضيفنا لحلقة اليوم زعيمين. الزعيم الأول هو الرئيس السابق علي عبد الله صالح. مرحبا. مرحبا، حياك الله. والرئيس الحالي للجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي. شكرا. العفو. حياكم الله رئيسين موجودين في اليمن وبخيرين، متعبين في صحة في عافية، وكل يوم كل واحد يطلع منكم يتلى مؤتمر صحفي ويخاطب الشعب العظيم. مش احنا عارفين احنا تبع من دوختمنا الاثنين. المهم الأخ علي عبد الله صالح، ما رأيك في الأمور؟ بدأ أرض السلطة سلميا وسلمناها إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. أيوة عبد ربه يقول لك الرئيس السابق نسلم السلطة سلميا. شوف كيف بيركز على سلميا، زي يعني مش عارف ليش بيقول سلميا بالذات. يعني زي هذا قال شوكولاتة ويزيد يكتب خالي من لحم الخنزير، مش عارف ليش يزيد يكتب لحم الخنزير، ما فيش غلط. ايش رايك انت؟ انا لن استلم دولة. يجب ان تعرفون اني ما استلمت في دولة. استلمت عاصمة اطلاق النار بيستمر فيها ليل ونهار. استلمت عاصمة الشوارع حقها كلها متارس. استلمت جيش مقسم، الجيش يتقاتل فيما بينه بين. استلمت امن مقسم. اسمع ما هذا بيقول لك لا استلم سلطة ولا استلم دولة وكل شيء مخرب، استلم منا كل شيء مهدم ولا بحاجة صالحة. ونفس الخطاب ونفس البنية سنتين اليوم هو نفس الخطاب. صنعاء كانت منقسمة إلى 3 أقسام، دولة عيال الأحمر وحميد وعلي محسن، دولة علي عبد الله صالح ونجلة، ودولة مدري من. نفس الخطاب. إيه شو عملت؟ أيوة بيقول شو عملت؟ شو سويت؟ ولا يمكن لأي سلطة جديدة مهما كانت قدرتها أن تتجاوز تلك الصعوبات في عام أو عامين. يا أخ بيقول لك الحاجات والكوارث والبلاد اللي سلمت لا يمكن تصلح في عامين. يعني مستحيل المشاكل والمصائب اللي ورثتها لنا تصلح في عامين وهو يصلحها في عامين. الإدارة بيدك، والمال بيدك، والجيش بيدك، والسلطة بيدك، كل شيء بيدك. بيقول لك كل شيء بيدك، السلطة بيدك، الجيش بيدك، ما عاد باقي. حرك يدك هي. استلمت البنك فارغ ما فيش فيه معاشات. يقول لك استلم البنك فارغ ما في حتى معاشات. فارغ ما عاد من صبيان مراك. أنا سلمت البنك فيه 5 مليار و800 مليون دولار. كم؟ 5 مليار و800 مليون دولار. يعني 6. المذيع بيقول 6 مليار وأنت بتقول 5 مليار، وتشتي أذكرك كم تقول من أول كم؟ استلمت حكومة باسندوة 4 مليار و700 مليون دولار. سمعت 4 مليار سلم.
وهو بتقول 5 مليار و800، والمذيع بيقول 6 مليار. كم سلمتوا لنا؟ كم؟ انا اعتبرها محمد فلسفه ولا تجاوزنا. فلتة لسان ابوها الدنيا ولا نركز. فلتة لسان يا محمد ولا عاد اركز عليه. اسمع يا فخامة الرئيس ايش بيقول؟ فلتة لسان قال عندنا 2 مليار دولار. ما لو عادي فلتة رجل ولا يدي، هذا هو لسان ب 2 مليار دولار. يعني كيف تدبر الامور ومن انت لنظرات ومن انت للموظفين هؤلاء المعاشات، كيف تصلح يا فخامة الرئيس؟ نريد اصدقائنا في الصين أن ينظروا لصديقهم القديم اليمن، ونريد من اصدقائنا في الصين أن يعطونا قرض طويل الأجل، ولهذا نحن أتينا للصين. يعني نريد يعني قرض طويل الأجل من الصين يساعدنا. يا علي صالح اسمع، الرجال قد صار الصين يدور لنا مساعدات. الناس بيقولوا اطلبوا العلم في الصين واحنا ندور مساعدات من الصين. وين محصول 33 سنة من التقدم والإنجازات العملاقة؟ وين راحت هذا؟ وين؟ طيب البنك المركزي عندكم وزارة المالية حاسبوها، كله كم سحب؟ أين القرارات اللي يسحب منها وإلى وين سحبها؟ لا أي بنوك؟ لا هذا صح. ليش بتتهم الرجال؟ بيقول لك حاسب. أنت في الحين الرئيس طلع الملفات وطلع كل شيء وخرج اللي عليه. ليش تتهموا الرجال وبطن نظيف ولا حاجة؟ ما كان معه أحيانا يشرب لي. وكيف نعمل شركات في الخارج من أجل تصلح منظومة أو تصلح منظومة الحكم. رجعنا للصفة للدعاية يعني في الخارج على أساس أن هذه أحسن أسرة تحكم. خلاص اسمع خلاص ما فيش داعي، ما فيش داعي. بيقول لك خلاص ما عبيش الشركات هذا وتلمع وصندري ايش تدفع فلوس ان انتم احسن اسره. هو بيقول انت مشكلتك انك سلمت السلطه لنائبك عارف كل شيء ويداري كيف كان تطبخ الامور. الايادي الامينه كيف هو عارف كل حاجه، يعني ما تقدر يضحك عليه. يعني هذا ما عاد يتفعل. وما فيش داعي للميزانيات اللي راح انا اوقف دخل بالميزانيات اللي تصرف من الرئاسه للصحفيين كيف يصلحوا وجه النظام. اوقف هذا الكلام. خلاص يا فخامة الرئيس ما عادوش مع قصة رايح. خلاص غلق الموضوع هذا. تحاسبوا ولا القضاء يحكم. يقول لك انت فرد الفلوس وكملتها للخارج ونهبتوا الاموال كلها. وين الاموال هذا اللي نهبتوها؟ يعني غير يلمعوا صورتكم. يعني أنا الأموال المنهوبة أموالنا كمؤتمر حقنا مجمدة في البنك المركزي في المؤسسة الاقتصادية بعد افتتاح. حقنا أموالنا أكثر من 500 مليون ل 600 مليون دولار. حقنا مجمدة. الله ما شاء الله ما شاء الله يدي لكم أنتم مستحقين. منين الأموال هذا كلها؟ ليش ما احنا ما فيش معانا؟ والشعب هذا نص مجاعة وأنتم منين تدلوا؟ وصورتنا نطلع لنا عاد احنا مديون لك. الرجال عاد احنا مديون له. يمكن بعد السنين هذا عاد نطلع منه ونقول مال ما خرجش من البلاد. يمكن جالس لو ما نكمل نشتغل ونضرب الله ونحاسبه. من وين الفلوس هذا؟ ورجع المؤتمر هذا وحزب من نجيب له الاموال؟ جيبوا فلوسنا. احنا فلوسنا ما اخذناش من الخزينه العامه، اخذناها من تبرعات ومن دول شقيقه وهم يعرفوا من هي هذه الدول الشقيقه. هذا تحاسب. قال لك تبرعات. حي الله الاقصى الشريف. حي الله من قال لك تبرعات. الجماعه بيتبرعوا لهم. هذا تبرعوا لك ما حسستني انك كسوفه او الشيشان او لاجئ او يقول لك تبرع ده عبد الرب منصور. فلا تكبروش الموضوع. الرجال بيجمع بس كيف تبرعات لحزب مع ان انت تاري القانون اليمني يقول لك الذي اي حزب يستلم فلوس من الخارج يعتبر عميل، والمؤتمر مستحيل يكون عميل. ايوه ما يستلم. حتى انت زمان كنت تقول دكتور اذكرك ايش كنت تقول الذي اذا حد بيقول لك بيستلم. وانتم تعرفون من اين هذا المال الذي يتدفق؟ هو يتدفق من الخارج، ونحن نعرف انه جزء منه
رسمي وجزء منه غير رسمي، ما يسمى بالجمعيات الخيرية لحركة الإخوان المسلمين، وعلى وجه الخصوص المال الذي يتدفق من حركة الإخوان المسلمين في دول مجلس التعاون الخليجي. الذي يعني هذا كلامك من قبل. طيب هذا الذي أنتم مسمح لكم تتدفق والثاني ما تتدفقش، يعني بيقول لك هذا الأموال بتجي من الخارج، يمكن الكلام اللي كان يقول الأجندة الخارجية والذي بيستلم يمكن هذا الأموال يا فخامة الرئيس. المخرب من خارج البيت بيقول لك لا يؤثر، لكن المخرب الذي يكون داخل البيت هو الذي يخرب. يعني فبعضهم خلق الله أنه يخرب، ما تقدرش تغير في عقله هكذا خلق الله. حكم يا عبد الرؤوف. شوف على كلام بنتي درر من قال لك تعينه واقترحه يطلع رئيس بدلك، لأنه أصله نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للمؤتمر. وأنت قصتك اخترتها على هذا الأساس من أجل يتغاضى عن الأشياء وما يكشفش الملفات وتكون أنت رئيس وتمشي كيف ما تشتي. الأخ عبد ربه أنا أضمانه كأخ وكان نائب رئيس الدولة وزميل أيضا كان، لكن هو تنكر في حقيقة الأمر، تنكر لكل شيء. ربك يلجي تنكر. كيف تنكر؟ تنكر للزمان. ليش؟ ليخدم رضاء حركة الإخوان المسلمين، يخدم رضاء حركة الإخوان المسلمين، يكونوا راضين عنه. يعني حتى عندي عبد ربه طلعت اخوان مسلمين في مصر، طلعوا اوباما اخوان مسلمين، ومن الحين اخوان مسلمين. احنا اخترناك صراحه من اجل الشعب كله، لا هذا ولا لا هذا. على كل رئيس وعلى كل مسؤول ان ينظر لشعبه بعين واحده، لا ينظر بعين لطرف ويغض العين الاخرى عن الطرف الاخر. صحيح. شوف على كلام، شوف على حكم يقول لك بينظر للناس سواسية، والشعب اختاره وبينظر للكل أنهم كلهم شعبه. طيب أنت يعني 33 سنة هل كنت عاملنا بهذا المعاملة؟ ما أنجزت لنا في 33 سنة كل الإنجازات العظيمة والتاريخية. يقول لك كل الإنجازات العظيمة والعملاقة كلها منه، ما ليش ننكر؟ أنا أعرف أن هناك مشاريع لها أكثر من 16 سنة لم تنتهي بعد إلى اليوم هذا، من عندما طرحنا حجر الأساس وبدأ فيها العمل لم تكتمل هذه المشاريع إلى الآن. لماذا؟ ليش يا علي صالح؟ يقول لك مكنا حجر أساس، تدعي لنا قلب حجار وتوزعوا في المحافظات ايام الانتخابات وما فيش معنا الا القلب هذا، حبه لكل محافظه حجر. احنا شبه الناس بيقول لك اغلب المشاريع حجر من 16 سنه ما نفعل بالحجر. وريتهم فلسطين يتراجموا ويراجموا اسرائيل، ما احنا ما نفعل بالحجر، موجود معنا في نعمه. لقد تحققت انجازات عظيمه على مختلف المستويات. ما هي هذه الانجازات العظيمه؟ نناقش الناس. قضية الأمن والاستقرار والوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية. التنمية والوحدة والمدري أكلنا نشبع بطولنا نشتي ناكل، يعني نشتغل نطلب الله. رئيس أنت أكبر مننا كلنا وفاهم للأمور والإنجازات من أعداء الثورة وسبتمبر وأكتوبر والوحدة. أيش الإنجازات هذا؟ لنا 50 سنة من يوم قامت الثورة أو 51 سنة من أجل نوفر لشعبنا 5 مطالب رئيسية. أيوة صح. وإلى اليوم ما بعد حققناها على ما يرام. هلا 50 سنة من الثورة السابقة، 50 سنة وإحنا من دور الماء والكهرباء وأهداف ثورة قبل 50 سنة سبتمبر وأكتوبر. يعني أسوي إحنا ما كنا نشتي نطلع الفضاء ولا نشتي نخترع قنبلة نووية، إحنا كنا نشتي كهرباء وماء ونلقى لنا علاج. يعني حكمت ولا تغير شيء، جالس الأهداف وتقول ليش قاموا بثورة جديدة؟ عشان الأهداف الثورة الأولى ما نفعت ولا تحقق منها بحاجة. يعني النظام السابق هو السبب.
ان ما يقولوا عن النظام السابق، ما فيش واحد منهم هؤلاء كاد عكس النظام السابق. رئاسة السلطة من عند عبد الرب منصور عند ذاك الواحد الا هو من النظام السابق. مجالس نواب، شورى، حكومة، مؤسسات، محافظ، كله نظام سابق. كاد عكس النظام السابق. هذا دليل ان الثورة قامت مش ضد اشخاص، هؤلاء كلهم ما حد قال لهم ضد سياسات، ضد طريقة حكم. انت كنت رئيس النظام السابق، قاموا ضد طريقة الحكم. اما الاشخاص هو النظام السابق فيها الكفاءات، فيها المهندسين، فيها الدكاترة، فيها كل الكفاءات موجودة، احنا بحاجتهم، لكن طريقة الحكم مش احنا بحاجته. وما رجع فخامة الرئيس. يجب أننا نتحمل المسؤولية بجدارة أمام شعبنا، وأن نتصارح فيما بيننا البين. صح؟ شوف على كلام، بس كيف يتحمل ما تحملها هو وهو بيحكم، يتحمل المسؤولية وهو خارج الحكم، أو ما علي صالح. يهمني سلامة أمن واستقرار الوطن. يهمك أمن وسلامة الوطن. طيب خلي عبد ربه يشتغل ويتحرك ولا تعرقلوش. ولولا وجود علي عبد الله صالح هانا إن قد عملوا له 20 مشكلة. لولا وجود علي عبد الله صالح في صنعاء، في بيته، في مسكنه الأرض، لقد عملوا لعبد الرب منصور أكثر من مشكلة. اسمع يا فخامة الرئيس، يقول لك لا ما هو جالس في بيته يدعي لك وقراءة الكرسي والمأذورة يفعلوا لك مشاكل. هذا الحرز حقك، هذا ما بتحرك الا بدعواتها المخلصة. فما فيش داعي للمزايدات الآن بعد ما هديت الأمور. كل واحد يكتب وكل واحد يخطب وكل واحد عنده قناة وكل واحد يتمدح انه لو